ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اخيرا يا جماعه جبت حبيب قلبي الاير فراير اللي انا كنت عايز اجيبه من زمان انا وفاطمه. الاير فراير ده ليه استخدامات كتير قوي، هنعرفها مع بعض في كل تفاصيلها الفتره اللي جايه. لسه ما جربناهوش، لسه ما فتحناهوش، هنفتحوه مع بعض النهارده. هنقول لكم على تفاصيل كتير عن ليه اخترنا الاير فراير ده وليه اخترنا البراندنج ده. مفيش اي اعلانات في الموضوع خالص، احنا اللي رحنا جبناه، بس قعدنا نفكر كتير وشفنا تفاصيل كتير قوي، وشفنا ريفيوهات لناس كتير قوي، ناس مشهوره قوي اكتر مننا بكتير، لغايه لما اخترنا البراند ده. الحجم ده مهم قوي، وهوريكم تفاصيل جوه كتير حلوه جدا هتفرق معاكم لو انتوا قررتوا تشتروا اير فراير. استنوا بقى لاخر الفيديو، هوريكم حدوته جامده جدا. زي ما انتم شايفين الاير فراير بتاعنا ده الحجم بتاعه. اول حاجه هو اسمه كي هيلسي فراي، وهو من شركه كينوود. تمام. هو دبل اكس لارج، ده الحجم بتاعه بيكون 5.5 ده اللتر. عدد الكيلوات بتاعه مكتوب عليه عدد الكيلوات للحله الفعليه 2 كيلو و400 جرام. ممكن تشتغل بيه، مش ممكن، هو تشتغل بيه بمعلقه زيت واحده بس. قد ايه هنوفر في الزيت في المرحله الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها، وقد ايه هنكون هيلثي جدا وهنحافظ على صحتنا. فكره الاير فراير جات لي من الحته دي بالذات، ان احنا لازم نكون هيلثي شويه. احنا بنحب البطاطس قوي زي ما انتم عارفين، بنحب الحاجات المقليات، كلنا مش احنا بس، وانتوا كمان. فالاير فراير هيساعدنا قوي في القصه دي. بلس ان هو كمان في شاشه ال سي دي، ده غير البروجرامز. هو في اكتر من بروجرام، حوالي 7 بروجرام، في 7 بروجرام موجودين، هم دول ثابتين يعني نقدر ندوس كليك كده. هوريكم دلوقتي اول ما نفتحه، تدوس كليك واحد على البروجرام يشتغل معاك على طول. هقول لكم ايه البرامج اللي موجوده، وكمان نقدر نشتغل بيه مانيوال، عشان هو بصوا انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. هنا كمان كاتب لك اهو تقدر ان انت من 80 درجه حراره 80 لغايه 200. وكمان تقدر تظبط تايمر من اول لغايه 60 دقيقه زي ما انت عايز، من اول دقيقه واحده لغايه 60 دقيقه. معاه كتاب كمان جوه غير الكتالوج، كتاب كمان لو انت بتبقى عايز حاجه الهيلثي فود، او عايز تتفرج على اكل هيلثي وكده، والحاجات اللي بتتعمل جواه في الحاجات دي كلها. تعالوا بقى نفتحه مع بعض ونشوف التفاصيل من جوه. قبل ما نفتحه لازم اوريكم حاجه. شركة رايا هي الضمان بتاع شركة كنوت. الاير فراير ده معاه ضمان سنتين، بيبقى موجود هنا على العلبة. اوعوا ترموا العلبة، بصوا انا عايز اوريلكم. اوعوا ترموا العلبة واوعوا ترموا الفاتورة، هيفضل معاكم. ممكن تقصوا الحتة دي وتخلوها معاكم كده تحتفظوا بيها. تمام، عشان الناس اللي بترمي العلب، احتفظوا بالحته دي كده، خلوها معاكم، دبسوا فيها الفاتوره، خلوها معاكم على طول. معاكم ضمان سنتين، طبعا ضمان كنوود من شركه رايا. غنيين عن التعريف، مش محتاجين يعني. اكيد كلنا في البيت عندنا حاجه من شركه كنوود. شركه كنوود في الاصل شركه انجليزيه، وكانت اساس انجليزي. حاليا هو واخدين الفرع بتاعهم في الصين، فمحدش يقلق يعني ان هي ميد ان شاينا او كده يعني. تعالوا بقى نشوف الاير فراير من جوه عامل ازاي. ده اول حاجه، ده الكتاب اللي لسه كنت بقول لكم عليه. بصوا بقى هنا في وصفات هيلسي، عايز تعمل البطاطس بيقول لك تعملها ازاي. بصوا كل حاجه بقى مكتوبه، مكتوب تفاصيل، وفي مقادير حلوه قوي بقى، حلوه قوي. في حوالي كام، في 22 وصفه تقدروا تستخدموا فيها الاير فراير. هو على فكره الاير فراير ممكن يعمل مليون وصفه، بيعمل اي حاجه انت تتخيله. على فكره اللي قال ان الاير فراير نقدر نستغنى عنه عن اي حاجه تانية في المطبخ، بوتاجاز، مايكرويف، فرن، ده حقيقي. بعد الريفيوز وبعد اللي انا شفته ده حقيقي، وعلى التجربه بقى احنا الفتره الجايه كلها اير فراير. هتشوفوا كل يوم حدوته جديده في الاير فراير. بس فاطمه تشد حيلها معانا شويه. تمام، بصوا ده الكتاب اللي قلت لكم عليه. ده بقى تفاصيل الاستخدام، ده زي كتالوج، زي اي كتاب في الدنيا، زي اي جهاز في الدنيا. تقدروا ان انتوا تطلعوا منه التفاصيل بتاعتها كلها، وفي اكتر من لغه. دي الحاجه بتاعت شركه كنوت. كنوت بيعمل ايه بالظبط. كل بقى الحاجات بتاعت كنوت احنا شايلين منهم حاجات كتير قوي. الموضوع صعب بقى، يعني ايه، احطه كده.
محتاجين في حاجة نحط لكم بقى ايه الجهاز الجميل ده هنا. نشيل بقى الحاجات دي، نشيل كل ده كده. يلا بينا. ده الجهاز اهو، بصوا لسه كل حاجه بكياسها، لسه ما استخدمناهوش وما نعرفش عنه حاجات كتير يعني. كل حاجه بقى هنوريها لكم، هنبدا فيها مع بعض زي ما بيقولوا خطوه بخطوه. ده شكل الجهاز. طبعا انا قلت في اول الفيديو ان احنا جايبينه اللي هو السايز ال 5.5 دبل اكس لارج، عشان هو ده بينزل منه 2 سايزز. السايز تاني اي ثينك ان هو 3.6 3.6 لتر. الفرق بينهم مش كبير في الفلوس، فرق مش كبير، فيعني انصح طبعا بالحجم الكبير، لان هو يعني الحجم الكبير ده اي بيت في الدنيا عايز لما يعمل حاجه زي كده يحط فيها فرخه مثلا، فده هياخد فرخه مرتاح جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين هو من فوق الشاشه بتاعته تاتش سكرين، تمام. ودي البروجرامز اللي هو كاتبها لنا. تعالوا بقى نفتحوه مع بعض كده، احنا كده شويه. ده الضغط اهو، تضغط عليه جوه كده يفتح معانا الحل. دي الحله اهي بتاعته من جوه. بصوا حجمها ما شاء الله، ما شاء الله الله اكبر. بصوا حجمها جميل ازاي. ده الحجم الكبير اللي قلت لكم عليه. طبعا الغلطه الكبيره اللي اي حد ممكن يغلطها، واكتر غلطه حاول نبهني ليها وانا بشتريه النهارده، تمام، ان انت تحطه كده على السطح، تمام، عشان تطلع منه الصفايه بتاعته دي. الصفايه بتاعته دي مميزاتها ان هي فيها فتحات هواء من كل حته، فهو طبعا بيشتغل على الهواء وبيشتغل على القلي بتاعه عن طريق القلايه الهوائيه بتاعته. فالاكل كده هيستوي بشكل مميز قوي، وهيستوي بشكل كويس جدا 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 جدا، عشان الفتحات اللي موجوده في كل حته اللي انتم شايفينها دي. بصوا الفتحات في كل حته ازاي. طبعا لما نيجي نغسلها، عشان الحاجات اللي ممكن تبوظ، انا هنبه على فاطمه طبعا في الموضوع ده. لما نيجي نغسلها باي حاجه ناعمه، زي اي ما بنغسل اي حاجه تيفال، عشان هي ما بيلزقش فيها اكل، ما بيلزقش فيها حاجه عشان ما تبوظ، عشان طبعا دي لو باظت باظت خالص. تمام. بنركبه كده وبنبتدي نحط بقى ايه بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. طبعا اول حاجه هنشيلها، انا بحب قوي اشيل الحاجات دي. بصوا بحب قوي ايه اشيل بقى الحاجات دي. باي باي بقى. بس دي لحظه بالنسبه لي، لحظه حاسمه. الشاشه دي تاتش سكرين، لازم تشيلوها عشان فاطمه مفكراها سكرين، فاحنا نفضل سايبينها على طول. لا، الشاشه دي تاتش سكرين، تبتدي تختار المود اللي انت عايزه من المودز اللي موجوده فوق. بدات بقى احطه لكم في الفيشه اهو، زي ما انتم شايفين في لمبه هنا بتنور، وهنا الباور بتاعه ده التاتش سكرين زي ما قلت لكم. هندوس بقى اون. هنا يبتدي يقول لي انت محتاج انهي بروجرام. ده المنيو بتاعنا، تمام. هنا المنيو بيقول لي بقى انت محتاج انهي درجه حراره. كل حاجة من البرامج اللي موجودة عندنا. هنا الفرايز، ده أول بروجرام معانا. عندنا اللحمة، عندنا الجمبري أو مشتقاته، عندنا سمك، عندنا لحمة تاني، في لحمة اللي هي الستيك واللحمة العادية. عندنا هنا الفراخ، عندنا هنا الحلويات أو الكب كيكس بشكل عام. كل ما هتدوس في المنيو هنا هنلاقي البروجرام معانا بيتغير. يعني بصوا أنا عايز أحاول أوريكم على قد ما أقدر. بصوا دي كلمة المنيو. بصوا كل ما بدوس هنا كل ما في حاجة بتتغير معايا. طيب احنا مش عايزين نعمل اي حاجة من الحاجات اللي موجودة دي، نقدر نستخدمه مانيوال. ازاي؟ هندوس هنا على الزراير دي، الزرار ده او الزرار ده، ده بيعلي ويوطي درجة الحرارة زي ما انا الوقت زي ما انا عايز اهو. بصوا بيزود معايا الوقت. بصوا الناس اهي اهو بيزود معايا الوقت معانا لغاية ساعة، تمام. وهنا بقدر اظبط درجة الحرارة بتاعتي زي ما انا عايز، بوزيتيف او نيجاتيف، اهو فوق او تحت زي ما انا عايز. بقدر اعمل اي حاجة من الحاجات دي بمنتهى السهولة. الموضوع سهل جدا. انا عايز اوريه لكم من ورا، انا هقفله بس عشان اعرف الفه. في معلومة مهمة قوي عايز اقول لكم عليها. الاير فراير بتاعنا بيكون في ظهره كده فتحات تهوية. فتحات التهوية دي مهمة قوي ان انتم ما تزقوهوش ناحية الحيطة قوي، علشان خاطر هو ما في نفس الوقت السخونية بتاعته ما تزيدش وكده يعني. تمام. وبرده نحطه على حاجة مسطحة زي ما انتم شايفين كده، لازم نحطه على حاجة فلات عشان يبتدي ان هو يشتغل معانا.
الاير فراير الحبيبي ده اللي انتوا شايفينه قدامكم، هنعمل فيه وصفات كتير قوي الفترة الجاية. تابعونا على القناة، واللي مشتركش في القناة يشترك. وباي باي.